السلام عليكم، مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو اليوم ان شاء الله كما عودتكم دائما في القناة كنشارك معكم الجديد في الخياطة التقليدية المغربية. دائما كنشارك معكم الجديد في الجلابة وكذلك التكشيطة وكذلك القفطان المغربي وحتى القندورة المغربية. المهم نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال نتوما كتشاهدوه. غادي نبداو على بركة الله، ندوزو الاول تكشيطه اللي هي هذه كما كتلاحظوا ما شاء الله تكشيطه ديال الهمه والشان بالطار والتنبات والضفيره حتى الارض والعقاد والتنبات دائما حاضر. وغادي ندوزو كذلك لهذه اللي هي بفتيحات في الجناب اللي ولاو دابا رجعنا للفتيحات اللي كانوا زمان، كنديروا الفتيحات في الجناب والفتحه كذلك في القدام. هذه بالتنبات ما شاء الله مخدومه بالتنبات الجوهر. وغادي ندوزو عاوتاني لهادي كيف ما كتلاحظوا معايا، هذه مخدومه بهذا بالتنبات حتى هي ومخدومه بالطارز كما كتلاحظوا اللوين غوز ومخيطه بالذهبي ما شاء الله كتحمق اللوينات فيها كيحمقوا. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم ونتمنى تستافدوا منهم اللي بغات تخيط شي تكشيطه ولا اللي بغات تاخد اللوينات ولا اللي بغات تاخد الموديل او الطرزه ولا مهم. نتمنى يعجبوكم كما كتلاحظوا معايا هاد الغوز هذا بتزواق المعلم وبالتنبات ودائما الفتيحه في الجناب كما كنلاحظوا الفتيحات في الجناب دائما والفتحه كذلك في الوسط. وهذه عاوتاني بالتنبات ما شاء الله، هذه في البيض تصلح حتى لشي عروسه في البياض بالتنبات بالجوهر ومخدومه بالذهبي دائما. وهذه في الخضر كما كتلاحظوا معايا مخدومه بالجوهر بالتنبات ديال الجوهر وبالضفيره بالعقيدات. وكما كتلاحظوا الفوقاني مفتوح من القدام ومفتوح من الجناب. دابا اللي دارج بزاف هما الفتيحات في الجناب، التكشيطه كتكون مفتوحه من القدام وكتكون مفتوحه من الجناب. هذه عاود بالتنبات في الالوان كيف ما كتلاحظوا معايا. وهذه التليجه اللي دارجه دابا حاليا، التليجه اللي كاينه دابا حاليا كيجيو بها التكشيطات غزالين، تليجه ومخدومه بالذهبي وفي البيض العقيدات بين الابيض والذهبي. الذهبي اللي عندنا في التليجه كيف كتلاحظوا جات كتحمق ما شاء الله. وغادي ندوزو لهذا اللون، هذا اللون الاسود، شكون اللي ما كيبغيش اللون الاسود؟ تكشيطه بالمعلم بالضفيره في الكحل والمعلم في الذهبي وبالدوبلور في الزرق كيف ما كتلاحظوا التكشيطه الفوقانيه بالدوبلور في الزرق. الدوبلور كيجيب التكشيطه ما شاء الله راقيه. وغادي ندوزو عاوتاني لهادي بالطرز والتنبات وكيف ما كتلاحظوا معايا الحزام رومي والعقيدات. وغادي ندوزو لهادو ديال التليجه اللي دارجه دابا حاليا، راه كاينه بزاف التليجه دابا ما شاء الله هي اللي كاينه دابا هاد العام كيف كتشاهدوا اللوينات غزالين فيها كيحمقوا. وهذه بالتنبات في الالوان والفتيحه في الجناب وفي القدام. بالنسبه للتكشيطه الفوقانيه راه مفتوحه من الجناب ومن القدام بحال ديال الطكاشط ديال زمان. وهادو كذلك تليجه في الالوان كيف ما كتلاحظوا كتحمق في الالوان وكذلك فيها الفتيحات في الجناب وفي القدام، لان اللي دارج دابا هاد العام هما دوك الفتيحات هما اللي ولاو دابا حاليا. وهذا في الغوز كيف ما كتلاحظوا هاد الغوزان ديال هذا بالذهبي مخيط بالذهبي وبزواق المعلم. وهذه في البياض كما كتلاحظوا معايا، هذه صالحه لشي عروسه ولا شي سابع ولا وحتى تلبسها حتى سيده عاديه تحضر بها بالتنبات وبالضفاير وبالعقيدات. وهذه عاوتاني ما شاء الله كما كتلاحظوا معايا بالتنبات والضفيره والعقيدات صغيورين والدريس غير العوينات فيها غير العوينات ماشي شي دريس ثقيل. دابا ما بقاوش دوك الدريسات كبارين، ما بقاوش دابا حاليا داكشي ولا رقيق. وكيف كتلاحظوا معايا ما شاء الله التكشيطه بالفتيحات في الجناب شتو كيفاش كتجي غزاله بحال داكشي د زمان. وهذه عاوتاني هاد الخضيضره هذه بالتنبات كيف كتلاحظوا معايا بالتنبات والعقاد وعقيدات حتى لتحت. وهذه عاوتاني تكشيطه رويميه على شكل كيمونو من الفوق
مفصلة الفصالة ديال الكيمونو والقفيط من تحت عادي. وهادي عاود بالتنبات كيف كتلاحظوا معايا، التنبات حتى هو اللي درت دابا هاد العام، هذا الطرز والتنبات، الطرز معمر. وعاوتاني ندوزو لهاد اللوين الغزال هذا غير بالتنبات وبالتفيرة والعقيدات والفتيحات دائما في الجناب. تقريبا كاع هاد الموديلات اللي شاركت معكم اليوم راه فيهم الفتيحات في الجناب، لان الفتيحات دابا هما اللي دارجين في الموضه في التكشيطه المغربيه، هما اللي دارجين دابا حاليا. كيف كتلاحظوا عاوتاني هادي بالتنبات ودائما بالعقيدات ديالنا، العقيدات المغربيات. هادي ما فيهاش الفتيحات كيف كتلاحظوا معايا، هذاك بالطرز كتحمق ما شاء الله، اللوينات كيحمقوا فيها. هادي بالتنبات، هادي مخدومه كامله بالتنبات والعقادي والسفيفه والحزيه مرومي والفتيحات في الجناب، هادي راه مفتوحه من الجناب. وهذا الخضيضر اللي هو كيحمق في الموف، نفس الموديل في الموف السومون. وهذه كذلك ما شاء الله، هذه كتحمق تصلح لشي عروسه مطروزه مثقله ومنبته، تكشيطه ديال الهمه والشان. وهذه عاود كيف كتلاحظوا معايا تكشيطه خفيفه بالتنبات، كيف كتشاهدوا معايا موديل خفيف منبت من جهه الكتاف والجهه ديال التركيز. وهذا عاود تاني كيف كتلاحظوا معايا بالتنبات، وفيهم اللي فيهم التنبات وفيهم اللي فيه الزوق معلم. نتمنى يعجبوكم وتستفدوا منهم وتاخذوا افكار اللي بغات تخيط التكشيطه ديالها، اما تختار منهم اللوينات، اما تختار الموديل، اما تختار الطرزه، رشيمه ديال الطرزه، اما رشيمه ديال التنبات. المهم نتمنى يعجبوكم وتستفدوا منهم، وما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاشتراك في القناه وكذلك اللايك على الفيديو، وعلاش لا واحد كومونتير زوين على الفيديو باش كتحفزوني نزيد نبحث ونجيب لكم الجديد. وشكرا لكم ونتمنى لكم فرجة ممتعة.